ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. قبل ما نبدأ في الفيديو يلا نبدأ بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو انت جديدة عندي في القناة ما تنسيش بقى الاشتراك، وطبعا لو عجبك الفيديو اللايك. يلا بينا على روتين حماسي من الدرجة الأولى. قبل بس ما نبدأ في الفيديو عايزة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ويعود عليكم يا رب الأيام بخير وبهنا وبسعادة، ويبقى رمضان خير وسعادة كده عليكم. النهارده روتين تحفيزي تشجيعي. بص احنا النهارده هنخلص الريسبشن كله ان شاء الله، فيلا بينا. بص ده كل ده مقتطفات كده من الفيديو، بجد فيديو تشجيعي جدا، ولو ما شفتيهوش هيبقى هيفوتك كتير كتير. انت بصي هتقفلي الفيديو من هنا هتجري على الشقة تخلصي كل اللي وراكي. وغير كده هنعمل كمان أكلة حلوة جدا هتعجبكم جدا. فيلا بينا نشوف بقى الروتين وهنشوف هنعمل ايه النهاردة. بجد ورايا شغل كتير قوي، وكمان حصلت حاجة مش لطيفة خالص، بس الحمد لله على كل شيء. بصوا يعني انا اصلا لسه غاسلة والله السجادة وكده. السجادة عندي اتبهدلت، فلازم برضو هضطر ان انا اغسلها تاني، مع ان انا كنت خلاص يعني مش هغسلها تاني بصراحة. بس هضطر بقى ان انا اغسلها لان تميم بهدلها لي بهدلها لي، والدنيا عندي كانت غرقانه. المهم ان الدنيا كانت اتبهدلت عندي خالص بصراحه امبارح. بس ايه الحمد لله. يلا بينا بقى نشوف الروتين بتاع النهارده. بصوا انا كان عندي حاجات كتير عايزه تتغسل، وحاجات كتير عايزه تتنشر، وحاجات كتير عايزه تتطب. المهم ان ان الغسيل ده اصلا يعني كده كده بلا نهايه مش هيخلص يعني. وكمان هنعمل النهارده مع بعض محشي ورق عنب. طبعا الورق العنب يعني ما فيش حد ما بيحبوش، تقريبا كل الناس بتحبه. بصوا جماله بجد، طعمه تحفة تحفة تحفة. وهقول لك طريقته ازاي تظبطيه ويبقى حلو معاكي. يلا بينا نشوف الفيديو بقى. بصوا بداية كده نعمل مع بعض عصير كده فراولة. انا كنت جايبة الثلاث كوبايات اللي هي الخمسينة دي، عجبتني جدا. التلاتة تقريبا كانوا ب25 او ب25. فجبت عرضين كده، جبت واحد لماما وواحد ليا. بعد كده دخلت بقى عشان احنا بنحب نعمل اللي هو الكوفي ميكس الصغير ده، جوزي بيعشقه فبيبقى حابب الكوبايات الصغيرة دي. بعد كده قلت بقى اطلع فراولة كده من التلاجة. انا هعمل معاكم المربى زي ما غادة طبعا طلبتها مني، لازم اعملها لها. وانا كده كده لازم بعملها قبل رمضان ان شاء الله. بس الفراولة اللي كانت عندي كانت قليلة يا دوب، بس ايه نشربها او ناكلها. فان شاء الله ابقى انزل اجيب تاني فراولة ونعمل ايه المربى مع بعض. بعد كده جبت كده الفراولة قطعتها وحطيت عليها سكر ولبن، وبحط عليها شوية مية ساقعة، وببتدي اضربها. طبعا انت ممكن ما تحطيش لبن براحتك يعني، بس هي بتبقى طعمها باللبن عامل زي الزبادو كده، بتبقى حلوة قوي. بس ممكن تحطي كمان عليها زبادي لو حابة يعني. بس ضربتها كده اهو. ممكن كمان تحطي معاها بولة ايس كريم فانيليا، بتبقى برضو خطيرة خطيرة. بس نشرب كده كوباية عصير قبل ما نخش على المعركة. ما هو بص مش هندخل على المعركة كده، بالذات الايام دي حر جدا، فما يشجعش ابدا على شاي بلبن ولا كاكاو ولا اي حاجة. فقلت بقى ايه اعمل حاجة كده فريش كده على الصبح، نشرب كده عصير وبعد كده ندخل نشوف هنعمل ايه. بس بقى العصير بجد كان حلو قوي. دخلت بقى طبعا على الريسبشن. بص بقى اللي حصل ان انا اساسا كنت ناويه يعني النهارده يوم السبت كده ان شاء الله ان انا همسح الشقه كلها. سبحان الله الشقه اتمسحت لوحدها. والله العظيم. انا كنت بغسل، فالبلاعه بتاعت البانيو كل البلاعات بتاعت الشقه ضربت في بعضها. متفهموش ازاي. المهم ان البلاعه ضربت في الشقه كلها، والشقه كلها اقسم بالله كانت بحر. كنا بنعوم بمعنى الكلمه في الشقه، لدرجه ان انا جوزي كان بيسد الميه اسمها ايه دي، بالفوط والبشاكير والملايات النظيفه. انا وهو بيعمل انا بقى بنهار. بس ما كانش قدامنا حل غير كده، الا كانت الميه هتطلع خلاص بقى يعني، كانت هتفضل على العفش كله، كانت هتبهدل الدنيا كله. بس الحمد لله. المهم ان البلاعه في الاخر اتعملت يعني. وطبعا يعني كل السجاد اتغسل، طبعا هغسله دلوقتي. وكل حاجه اتبهدلت تقريبا. الحاجه الوحيده اللي لقيتها كويسه ممكن تتحط اللي هي الحافظه دي، اللي انا اصلا ما بحبهاش اساسا يعني. فانا حطاها كده مؤقتا عشان بس الجو ايه الرجل وكده الدنيا هتتبهدل معايا خالص لو ما حطيتش اي حاجه يعني.
بس المهم بقى هنبتدي نعمل ايه، هنشيل بقى كل الكلام ده كده مع بعض. وطبعا همسح الشقة كلها، مش هسيب حاجة فيها يعني. بس انا همسح معاكم كده الناحية دي طبعا، والريسبشن الناحية التانية بقى هعمله انا مع نفسي، عشان كده الفيديو معايا هيطول جامد جدا. بس هبتدي بقى انفض الحافظة دي. طبعا الحافظة دي انا ما بحبهاش بسبب ان هي بتتملي تراب وفتافيت وكل حاجة بتدخل جواها كده، بصراحة بتبقى وحشة جدا ومش عملية خالص. فان شاء الله مش عارفة بقى قبل رمضان ولا امتى هجيب حافظة يعني. بس حافظة كده يبقى ما فيهاش اي شكل ولا اي حاجة يعني، هي بس ايه، ولا شعر ولا اي حاجة، هي بس نقشة وخلاص مش اكتر يعني. بس المهم بقى هشيل كده الركنة طبعا كلها، وهشد بقى كل حاجة من تحتها، لان للأسف الركنة مفتوحة من تحت، فكل حاجة بتترمي تحتها فتفيت. والله كل كام يوم يعني، كل كام يوم لازم اشد الكنبة واعمل من تحتها، وبرضو بلاقي المنظر ده. ليه؟ لان لو اي حاجة اتاكلت او اي حاجة يعني لعبوا بيها او كده بتترمي من تحت. فللأسف بجد لازم تبقى مقفولة من تحت، لان اللي بتبقى مفتوحة دي مش عملية خالص. بس شديت بقى كل اللي كان تحت الكنبة والكلام ده. وبصوا دي بواقي المية بتاعت امبارح، كانت المية كتير جدا جدا جدا. واللي في الحيطة ده بصوا بقى، احنا كل ما نبيض بنلاقي البياض اللي هو المط ده بيضرب معانا بعد ما يقعد فترة يعني، بتلاقوه عمل زي بياض كده، بيض معايا، ما تفهموش ايه السبب، انا والله مش عارفة. حتى حماتي كانت مبيضة لون رمادي كده، اللي هو الجراي ده اللي هو الطالع الجديد ده، برضو ابيض معاها، فمش عارفة ايه السبب يعني، نفسي اعرف. المهم الفازة دي كمان اتكسرت الحمد لله. بص انا مبقتش ازعل على حاجه من كتر ما انا والله العظيم بيحصل لي حاجات غريبه. كل شويه يحصل لي حاجه، لا اما الشقه تغرق لا اما الحاجه تتكسر. المهم الحمد لله على كل شيء، ان اهم حاجه العيال ما فيهمش حاجه، لان بصراحه اكتر حاجه بتتعب العيال يعني، لو العيال فيهم حاجه دي بتبقى مشكله. لكن لو جت على حاجات في البيت وكده في 60 داهيه يعني، يعني عايز الحاجه دي تتعوض. لكن الاطفال وولادنا كده مش تتعوض بصراحه. فلو حاجه اتكسرت منك او حاجه باظت منك او كده ما تزعليش. حاولي ان انتي ولا تحطي في دماغك اصلا، لان وارد هيحصل، وارد في حاجات هتتكسر، وارد في حاجات هتبوظ. ما لو ما فيش حاجه باظت او اتكسرت احنا كده يعتبر مش في الحياه العاديه يعني، لازم دي حاجه طبيعيه لازم تحصل يعني. بس المهم شديت كمان ناحية الركنة الناحية التانية برضو، كنست كده ناحيتها. طبعا تقفلي الفيديو وتجري على الشقة، ما شوفش مكان في الشقة مش نظيف. بجد يعني الفيديو ده لازم يعني الروتين ده لازم يتعمل كده في الشقة عندك قبل رمضان والعيد. وطبعا هنعمل تاني قبل العيد، بس هيبقى شغل بسيط مش زي قبل رمضان كده. بس وربنا يبلغنا رمضان وان شاء الله ربنا يعني يتقبل منا الصلاة والصيام والاستغفار وقيام الليل ان شاء الله يعني. عايزين ندخل رمضان يا جماعة بتفاؤل كده، عايزين ندخل رمضان بالتسامح، ان احنا نسامح كل الناس اللي حوالينا، او اي حد ضايقنا، اي حد جه علينا لازم نسامحه، عشان يعني ربنا بيسامح، احنا مش هنسامح. كمان لو انت مدعله حد او جايه على حد او ظالمه حد، حاولي ان انت يعني تصفي كل حاجة قبل رمضان. لان يا جماعة يعني لو حد ظالم حد او حد واخد حق حد او حد، يعني انا مش عارفة انتوا هتستنوا امتى لما نموت يعني ولا ايه، مش عارفة. فحاولوا ان انتوا كل واحد يشوف هو ظالم مين وعامل لحد ايه، ويحاول ان هو يصلح الدنيا كده، عشان احنا داخلين في شهر مفترج يعني، شهر ما فيهوش شياطين يعني. اي حاجة بقى الواحد هيعملها دي بقى من نفسه. ما يقولش اصل الشيطان بقى غواني، لا هو كده كده بقى مع نفسك بقى. بس فان شاء الله ندخل الشهر كده واحنا جاهزين بالشغل بقى التقيل بتاع رمضان، مش اكل وشرب يعني، لا شغل لربنا، ان احنا نشتغل بقى، نحاول ان احنا نختم القرآن، نحاول ان احنا نعمل اكبر قدر من الاستغفار، نحاول ان احنا نصلي بقى طبعا قيام الليل والفجر ان شاء الله يعني. ونحاول ان احنا ما نتلهيش بقى في المسلسلات والافلام والحاجات اللي ملهاش اي 30 لازمه دي. لا مش عيب ان احنا نتفرج طبعا، بس ما يبقاش الوقت كله بقى مسلسلات وافلام وموبايل وان احنا ننسى بقى ان احنا في شهر ربنا اللي هو الشهر الكريم ده.
بس المهم بقى فمسكت بقى الكنبه. طبعا قلت بقى ما ينفعش مسح عادي، لازم بقى اجيب طبق كده واحط فيه شاور ومسحوق كده شويه، وابتدي ادعك الارض دعكه حلوه. بصوا هو ده البياض اللي بيبقى في الحيطه، مهما انا امسحها برضو بيرجع تاني. بس بصراحه مش عارفه يعني سببه ايه، يعني هو عشان اللون النبيتي ده مط كده، فبتلاقوه بيقلب كده زي يعمل زي رطوبه كده ابيض. بس المهم بقى ايه، خلاص مسحت برضو هنا. ابتدي ارجع الكنبه. هي الكنبه على حتتين كده يعني. بس هرجعها. طبعا هي تقيله جدا، يعني انا بالنسبه لي والله بيبقى صعب قوي ان انا اشيلها واحطها يعني. بس المهم بقى شديت كمان ناحية الكرسي والترابيزة. طبعا انا عايزة كل حاجة تبقى نظيفة يعني وزي الفل. فشلت كده الليد وهبتدي امسح الترابيزة كويس اللي هي بتاعت ايكيا دي. وكمان الزرعة دي هبتدي اغسلها كده تحت الدش عشان برضو تنضف، واي تراب فيها كده ينزل. هنضف بقى كده الترابيزه واشيلها عشان برضو همسح هنا. انا يا جماعه ما بمسحش بالشرشوبه طبعا، يعني المسحه اللي هي المحترمه دي لازم بالخيشه زي ما انتم عارفين يعني، عشان احس ان انا مسحت كده بضمير وخدت الفواصل وخدت كل حاجه. لا عادي عادي، ده تميم يا جماعه، ما تشغلوش بالكم. بس بقى مسكت كده، كان في تراب كده على الستاره فشديته برضو. طبعا همسك الستاره دي وهغسلها. انا بصراحه عايزه كل حاجه تبقى نظيفه، مش عايزه تراب خالص، مش عايزه اشوف التراب ده ابدا. بس هبتدي بقى اعمل كده الزرعة دي. بصوا بقى النهاردة كان معزوم عندنا اهل جوزي يعني، فعايزة اعمل بقى اكلة حلوة كده عشان برضو ايه. يعني هو بصوا التنظيف ده كان يوم السبت، لكن العزومة دي كانت يوم الجمعة. تمام، يعني الاكل اللي هنعمله ده دي عزومة يوم الجمعة. الشقة بقى والتنظيف والحاجات دي ده كان ايه النهاردة الصبح يعني. بس هبتدي بقى كده احط بقى الترابيزة. طبعا يعني الواحد لما بيفرهد نفسه كده بيبقى خلاص بقى محتاج بقى ايه، يقعد بقى ما يعملش حاجة خلاص بجد، لان اليوم اللي بيبقى فيه شغل كتير ده ما الواحد مبقاش قادر بقى خلاص. بس بيفرح بالنتيجة، يعني بعد ما تلاقي الدنيا خلاص نطفت وبقت زي الفل، بتفرح ان كل حاجة بقت زي الفل الحمد لله. بس رجعت اهو الكرسي. وطبعا هفرش الحافظة مؤقتا لحد ما السجادة بتاعتي تنشف. جبت الفازة اللي انا كنت جايباها من ايكيا اللي هي بحط فيها برضو العصير دي. هبتدي احطها هنا مؤقتا لحد ما اجيب فازة، لان الخوص ده خايفة يبوظ يعني لو اتساب من غير فازة ولا حاجة. بس بصراحة لما حطيته في الازاز لقيته حلو قوي برضو. بس هبتدي بقى كده، ولعت كمان الليد وظبطته كده. بس هنا برضو الركنة عايزة تتظبط كده، هظبطها كده بقى مع نفسي. بصوا فرشت المفارش والدنيا بقى ايه زي الفل. هبتدي وكمان مسكت البلكونة بصوا نفضتها كانت مطربة جدا، مسكتها برضو مسحتها ونضفتها وكنستها، وعشان احط فيها السجاد بقى على نضافة. بس اهو نضفتها الدنيا وحطيت الحافظة دي بس مؤقتا الكام يوم دول لحد ما السجادة بس ايه تنشف. هي كده كده اصلا يعني السجادة على الصبح هتلاقيها نشفت. وكمان عملت الناحية التانية ومسحت برضو الصالون. بصوا برضو الدنيا رايقة اهي وزي الفل. مسكت بقى السجادة هبتدي بقى اغسلها. هي اتبهدلت معايا من المية اللي بهدلت الشقة دي. بصوا البلاعة دي اللي هي اللي اتبهدلت الشقة كلها، وكل المية اللي كانت في البلاعة دي اصلا من صرف الغسالة. تفهموش ايه اللي حصل والله الحمد لله. بس هحط شوية شاور كده على شوية مسحوق، وهبتدي اغسل كده السجادة بتاعتي كويس. وانتي واقفة كده على طول هتلاقي السجادة بتاعتك خلصت. هي اصلا يعني محتاجة بس ايه تتشد كده بس شدة بسيطة، يعني مش محتاجة شغل جامد او مثلا دعك جامد، لا. الحتة اللي بلاقيها متبقعة خالص بمسكها بفرشة البلاط كده بعملها. لو لسه ما حطيتيش لايك للفيديو من فضلك حطي لايك، وتأكدي ان انتي عاملة الاشتراك بتاع القناة، ومستنية طبعا منك تعليق كده حلو زيك. بس هبتدي بقى اشطفها بقى كده، ولو في بقعة كده بعملها بفرشة البلاط كده على طول. بس كده هبتدي بقى اشطفها.
وبوقفها في الاخر كده وببتدي ادلق عليها ميه. هي اصلا بتاخدش معايا بصراحه وقت خالص يعني. وكان كمان كنت عامله بقى كذا دوره غسيل. بصوا كل دي الحاجات اللي احنا استعملناها امبارح طبعا. الدنيا والله كانت متبهدله، بس الحمد لله يعني على كام دوره غسيل كده هتخلص. بصوا بقى مسحت برضو كل ده، وسبت البلكونه مسحتها ونضفت الكراسي. والله يا جماعه هدي حيلي النهارده، فما تستخسريش فيا اللايك للفيديو عشان احس ان انا ايه تعبي ما راحش هدر. بس كده هنبتدي بقى نشوف هنعمل ايه تاني. طبعا هنجري بقى على المطبخ عشان نعمل الاكل بتاع اهل جوزي وكده، عشان هم يعني هو حماية وحماتي اللي جايين بس يعني، وانا وجوزي بس يعني. بقى هنعمل ايه اكل كده سريع 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 كده على طول ان شاء الله، مش هياخد وقت يعني. انا صحيت بدري كده قلت اعمل محشي ورق عنب، كنت بصراحة جايباه كنا نفسنا فيه جدا يعني، فهعمله كده بسرعة وهقول لكم طريقه تعملي ما محشي الورق العنب، لان انا اكتر محشي بيبقى غلبه بالنسبه لي هو الورق العنب. فالطريقه دي بصراحه من بعد ما بقيت اعمله بيها ما بيبقاش ياخد معايا وقت. بصي اول حاجه عشان نعمل الخلطه بجيب كده معلقه سمنه وببتدي احط فيها بقى البصل واحمره كويس، ممكن تحطي كمان فلفل حراق معاها. بعد كده بنبتدي ننزل بقى بعصير الطماطم، وبحط عليه مكعب ماجي وملح وفلفل وكزبرة ناشفة وشوية بهارات. وطبعا بعد ما بتتسبك بحط عليها صلصة طماطم. بس هبتدي بقى حطيت كمان الكزبرة الناشفة اهي، وحطيت شوية بهارات. ممكن كمان تحطي رشة جوز الطيب او قرفة اللي عندك يعني. ولا خد. بس بقى بعد كده هبتدي بحط ميه على النار عقبال ما تتسبك، وبحط فيها ليمون، وهبتدي اسلق فيها الورق العنب. انا كنت جايباه من حوالي يومين، بحطه عادي في الفريزر وبطلعه بقى ايه اسلقه على طول. بس طلعته اهو يسلق. طبعا ما تسلقوهوش كتير يعني عشان ما يتهريش منك، عشان تعرفي تلفيه. يا دوب تحطيه بس الناحيه دي وتقلبيه الناحيه التانية وحبه كده وتقومي ايه مطلعه على طول. حاولي تختاري الورق ولا كبير ولا صغير، اللي هو الوسط ده عشان يبقى حلو معاكي ويتلف معاكي بسهوله. احنا بقى بنحب الورق العنب. جوزي بقى لو حطيت فيه رز قليل يقول لي ايه اللي انت عاملاه ده. لازم المحشيه كده تبقى محشيه محترمه عشان تشبع كده. هو ما بيحبوش الرفيع الصغير قوي ده، ما بيحبوش. انا بقى كنت اول ما اتجوزت بقى كنت بعمله الصغير ده، وكان بالنسبه لي بقى ايه هدف ان انا لازم اعمل الصغير ده خالص. فبالنسبه لي ما ينفعش اعمل المحشيه مليانه او كده. كان اول بقى ما شافه يقول لي ايه ده ماله صغير ليه كده، ما بحبوش الصغير ده ما بيشبعنيش. لا بابا. بس بعد كده حطيت على بعد بقى الطماطم متسبكت اهي. بصي لازم تبقى ناشفه كده ما فيهاش اي ميه. تمام بقى قريف طبعا بقى. بصوا ما بيستحملش على طول تلاقوه قريف. بس هبتدي بقى اطفي النار بقى خلاص. هبتدي بقى احط عليها الرز، وهبتدي احط عليه الخضره طبعا شبت بقدونس وكزبره. ولو محتاجه شويه بهارات كده بزود لها. ولازم تظبطي الملح كده في الخلطه عشان تبقى حلوه. بس دي بصوا سر نجاح اي خلطه والله العظيم، ان انت تسبكي الطماطم كويس، وكمان تحطي بقى خضره كتير وبصل والبهارات اللي قلتلك عليها. وكمان بحط ايه بابريكا كده، وزودت كده حبه ملح. بس كده هي الخلطه كده جاهزه. بصوا بقى عشان اسرع طريقه تلفي بيها المحشي ان انت كده تقعدي قدام اي حاجه تتفرجي عليها وتفردي كل الورق قدامك، وبعد كده تبداي تحطي الرز عليها وتلفي. انا بصوا اكتشفت ان دي اسرع طريقه. والله العظيم بحس ان بتنجز معاكي، تلاقي نفسك لفتي كتير كده. بس وطبعا كل شيف كده او كل شيخ وليه طريقه يعني، كل واحد ليه دماغه بقى. مش عارفه شيخ ولا شيف مش عارفه. المهم دخلت بقى كده عشان اسلق الفراخ. طبعا زودت كده في الفراخ عشان يكفينا. بحط بقى في الشوربة بحط طماطم وبحط بصل وبحط حبهان وبحط قرنفل وملح وفلفل وشوية بهارات كده. بس كده. ممكن ما تحطيش بهارات كمان عشان ايه ما تسودلكيش الشوربة، تبقى فاتحة وحلوة كده. انا حطيت ملح وفلفل بس. امسك يا تيمو. هبتدي بقى اسلق كده الفراخ. طبعا لقيت المية كتير قوي فهبتدي
اشيل من عليها كده عشان ما تطرطش كده على البوتاجاز. وبحب احط كمان مكعب ماجي كده في الشوربه عشان هعمل بيها شوربه لسان عصفور، وهعمل كمان ملوخيه. بصوا اهو لفيته. هبتدي بقى ايه، هي الحله دي كبيره يعني، انتوا فاكرين الكميه قليله، بس هي كميه ما شاء الله حلوه يعني كفتنا واتبقى كمان. بس هبتدي بقى احط الماجي، وهبتدي احط كمان عليه شوربه وشويه صلصه، وهبتدي احط معلقه سمنه عشان اسقي كده المحشي بتاعي. والفراخ اهي قربت تستوي. وكمان بحط كده في الحله من تحت، بحب اقطع طماطم، او ممكن تقطعي فلفل رومي، بصل، ممكن تحطي العيدان كده بتاعه الورق العنب، بس براحتك يعني. حطيت كده، هبتدي بقى اسقي الورق العنب بتاعي. طبعا مش قادره اوصف لكم الريحه كانت عامله ازاي، والله العظيم الاكل كان تحفه 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 يعني. بحط كمان طبق كده عشان الورق ما يتفتحش معايا كده ويفرول يعني. بس هبتدي بقى اسيبه يغلي. اول ما يغلي بقى ابتدي اوطي عليه. دخلت بقى كده عشان اعمل الشوربه لسان عصفور. بصوا بقى بشوحها كده مع معلقه سمنه. يا قلبي، كوب الناس حلوه. بشوح اهو 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 اهو. شوحها كده، وبعد كده ابتدي بقى انزل عليها بالشوربه بتاعت الفراخ. وبصوا بقى عشان الشوربه بتاعت اللسان عصفور دي تطلع حلوه، بتغليها غلوه كده، وتطفي عليها وتغطيها وتسيبيها هي تستوي لوحدها. يعني بصوا، هي دلوقتي كده خلاص غليت اهي معايا، فاهمين؟ خلاص بنحط عليها الملح والفلفل الاسود وشويه بابريكا عشان تبقى لونها محمر كده شويه، وتبتدي بقى تطفي عليها خلاص. بص بقى، بتفتحي عليها بتلاقيها بالمنظر ده، خطيره يا خرابي. عامله زي الشوربه اللي بتجيبوها من بره في بتاعه المطاعم والمشويات والحاجات دي. وحماتي بقى هي اللي عملت لنا الويكه. وعملنا ملوخيه كمان، عملت ملوخيه خضراء. وهبتدي بقى اقلب معاكم المحشي. بجد بجد لازم تجربوا المحشي بالطريقه دي، هيعجبكم جدا. ورق العنب. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك، واستنوني في فيديو جديد، ويلا مع السلامه.